لكل مستخدمين الايباد او الماك في برامج معينه لما بتيجي تشتري الاجهزه دي علشان بس تجربها او تستخدمها لازم تدفع دم قلبك فلوس كتير جدا علشان بس تجربها. ودلوقتي وانا بكلمك بقى ينفع تدفع بتاع 13 دولار تقريبا وتجربهم كلهم براحتك. ودي خدمه ابل اعلنت عنها من اسبوعين تقريبا وهي الابل كرييتيف ستوديو. هل بقى ده الوقت ان احنا نقدر نقول يلا بينا ننتقل من اشتراكات ادوبي الغاليه لاشتراكات ابل الرخيصه؟ في الفيديو ده هنتكلم على سعر الاشتراكات الجديدة بتاعت أبل، كمان هنعرف إيه هي العشر برامج اللي أبل بتقدمها بسعر 13 دولار في الشهر، وفي الآخر هقول لكم إيه البرامج اللي هتكون ممتازة على الآيباد في الشغل. سعر الاشتراك نازل على موقع أبل الرسمي بسعر 12.99 دولار في الشهر أو 129 دولار في السنة، وبالنسبة للطلبة بسعر 3 دولار بس في الشهر و30 دولار في السنة، يعني يا بلاش. كمان في أول 3 شهور مجانية للناس اللي هتشتري ماك جديد أو ايباد جديد بياخدوا 3 شهور مجاني. كمان بأكونت واحد بس تقدر تعمل انت فاميلي شيرنج ل5 أفراد. طب تعالى بقى دلوقتي نعرف ايه هي العشر برامج اللي ابل بتقدمهم في حزمة الاشتراكات الجديدة. اول واحد وهو الفاينل كات برو وده بتاع تعديل الفيديوهات. تاني واحد وهو اللوجيك برو وهو ده بتاع صناعة الموسيقى. تالت واحد وهو البيكسل ميتر برو وده زيه زي الفوتوشوب كده بالظبط في تعديل الصور. وبعدين الكي نوتس وده بتاع عمل البرزنتيشنز. البيجز هو بتاع كتابة المحتويات وكتابة المقالات. النمبرز هو عامل زي الاكسل للتعامل مع الارقام. بعد كده الفري فورم ودي عبارة عن نوتة كبيرة جدا بدون حدود. بعد كده عندنا الموشن وده هو زي الافتر افكت التعامل مع الحاجات ال 3D. وبعد كده عندنا الكمبرسور ده لتحويل الفيديوهات من صيغه لصيغه تانية. بعد كده المين ستيج ده برنامج دي جي. طب تعالى ناخد اول حاجه هو الفاينل كات برو. فاينل كات برو هو من اشهر البرامج طبعا في ابل. ميزه الفاينل كات برو ان هو بيتميز ان هو نازل برضو نسخه منه على الايباد، ونسخه الايباد تقدر ان انت تستخدم الابل بنسل في ان انت تعمل الارت وورك مثلا على الفيديو بتاعك. وطبعا الحاجه اللي مش موجوده في الفاينل كات برو للاسف وهي الترجمه التلقائيه، يعني لو بتتكلم مثلا وهو يقدر ان هو يعمل لك الترجمه التلقائي باللي انت بتتكلمه يكتبه لك، دي للاسف الى الان مش موجوده. طبعا الميزه دي موجوده في الكاب كاتس وموجوده في البريميوم برو، للاسف هي مش موجوده في الفاينل كات. كمان الفاينل كات برو على الايباد لو انت شغال في مشروع معين تقدر ان انت تنقله على الكمبيوتر وتكمل شغل على الكمبيوتر، ولكن للاسف ما ينفعش العكس، يعني ما ينفعش تنقل من الكمبيوتر للايباد وتكمل شغل مثلا على الايباد. طيب وتاني برنامج هو اللوجيك برو وده برنامج انشاء او عمل موسيقى. ممكن ما يكونش مشهور قوي بس هو استخدامه الاساسي في صناعه اصوات الافكتات، التعديل على البودكاست والموسيقى اللي ممكن بتتحط مع الفيديو. والبرنامج اللي بعد كده هو البيكسل ميترز برو، ده من البرامج اللي هو زي الفوتوشوب في ادوبي وممكن كمان يكون زي الكانفا في بعض الحاجات. ده بيعمل تعديل للصور، كمان تعديل للالوانات، تضيف كلام مثلا على الصور. كمان ممكن تعمل موك ابس على البرنامج. كمان في برضو استخدامات للاي اي في مسح العناصر من الصوره. كمان ممكن تعمل بيه صور لليوتيوب مثلا الثامنيل، ممكن تعمل بيه بانرات، ممكن تعمل بيه تصميمات للسوشيال ميديا. في برنامج تاني اسمه الفوتو ماترز، ده انا عايز بس اعمل الفرق ما بين الفوتو ماترز والبيكسل ماترز. الفوتو ماترز ده هو عامل زي اللايت روم في ادوبي، ده لتعديل الالوانات بس في الصور. ولكن البيكسل موتورز ده هو الفوتوشوب في ادوبي، ده تعديل واضافه التكست زي الفوتوشوب بالظبط في ادوبي. فالاتنين مع بعض هيعملوا ميكس كويس جدا لان الاتنين يعتبر نفس الشركه زيه وزي ادوبي كده بالظبط. والاربع برامج دول واللي هم الكي نوتس والبيجز والنمبرز والفري فورم. طبعا الكي نوتس دون لعمل البرزنتيشنز وان انت تقدر تعمل عليه برضو حاجات زي اللي بتعملها ممكن على الباوربوينت في الويندوز، بيبقى فيه اضافه الذكاء الاصطناعي. وده السبب اللي هم حطوه في كرييتيف ستوديو، ان هم ضافوا ميزه الذكاء الاصطناعي زائد اضافه برضو بعض اللي هي التمبلتس او القوالب اللي هي البريميوم بقى تقدر انت تستخدمها لو مشترك في الاشتراك بتاعهم. طب لو مش مشترك تقدر طبعا انت تستخدمها فري، بس هتستخدم التمبلتس اللي فري وحته الذكاء الاصطناعي برضو هتكون محدوده بالنسبه لك. طبعا بالنسبه للبيجز برضو نفس الكلام، وده يعتبر هو برنامج لكتابه المحتوى، يعني انا كاتب اصلا السكريبت بتاع الفيديو دون على برنامج البيجز، بستخدمه كتير جدا في كتابه السكريبتات بتاعت الفيديوهات دي. طبعا نمبرز ده للتعامل مع الارقام، انا بستخدمه قليل جدا في التعامل مع مثلا ممكن فواتير معينه زيه زي
زي مثلا الاكسل في الويندوز، ولكن هو سهل التعامل معاه، وكمان هو بيقرا ملفات الاكسل تقدر انت تفتحها على الماك من النمبرز ده. برنامج الفري فورم، وده من البرامج اللي انا بحبها جدا جدا، لان هي بتديك مساحه بلا حدود في عمل النوتس، بتقدر تضيف لينكات عليه، تقدر كمان تضيف فيديوز، ملفات، تقدر ان انت تربطه او تبقى اصلا هو اصلا مربوط بالموبايل او الماك او حتى الايباد، وبيتغير اي تغيير بيحصل في اي منصه بيسمع في كل المنصات. واللي بعد كده برنامج الموشن، وده زيه زي الافتر افكت في ادوبي كده بالظبط للتعامل مع ملفات ال 3 دي. كمان بيكون مرتبط بالفاينل كات برو، يعني انت تقدر تعمل حاجه على الفاينل كات برو وتوديها على الموشن، تحط عليها مثلا 3 دي افكتس، وبعد كده هترجعها تاني للفاينل كات برو وتكمل شغل، او العكس انت تعمل حاجه على الموشن وبعد كده هتلاقي فاينل كات برو قراها لوحده حتى من غير ما تتسيف. يعني في ما بينهم كيمياء كويسه. ممكن للي حابب ممكن نعمل فيديو شرح للموشن مع الفاينل كات برو ازاي ممكن نعمل منهم شغل. بعد كده عندنا برنامج الكمبريسور. الكمبريسور ده برنامج بيحول الفيديو سواء مثلا ام بي 4 ل ام بي 3، عايز مثلا تحول صيغ فيديوهات معينه لصيغه تانية. الميزه بتاعته ليه ان هو بيحول لك كذا صيغه او كذا فيديو، بيحولهم لك ورا بعض على طول، انت بتدوس وان كليك فكله بيتحول مره واحده، زيه زي الميديا انكودر في ادوبي اللي هو بيحول الصيغ، ولكن ده بتاع ابل برضه هتلاقيه مختلف شويه ولكن نفس الفكره يعني. بعد كده هتلاقي برنامج اسمه المين ستيج. ده برنامج هو مش مفهوم قوي، ولكن انا بحثت عنه لقيت ان هو برنامج دي جي، يعني الناس اللي هو بتوع الدي جي بيوم الموسيقى شغاله وهو يقدر يتحكم اثناء والموسيقى او الاغنيه شغاله في رفع مثلا البيز بتاعها، خفض البيز، يعني الميكس ما بين اغنيه واغنيه تانية. يعني ده خاص اكتر بالموسيقى وكده، وده يشتغل اعتقد كويس مع اللوجيك برو اللي هو بتاع عمل الموسيقى. انت تشغل الموسيقى من هنا وتديها لده الناس اللي هم المهتمين يعني بالموسيقى والاغاني والحاجات دي. ودي كده كانت البرامج كلها، ال10 برامج اللي ابل نزلتهم في الاشتراك الجديد كرييتيف ستوديو، وهي البيكسل موتور برو والفاينل كات برو، طبعا اللوجيك برو اللي عايز يعمل افكتات على الفيديوهات بتاعته. ولكن بالنسبه لان احنا نلغي اشتراكات ادوبي بقى ونخش في ابل، هو طبعا ابل ارخص بكتير، ولكن انا شايف من وجهه نظري ان حاليا يعني معظم الناس او المطابع اللي شغالين منكم برضو شغل الطباعه وكده بيعتمدوا اكتر على ملفات مثلا الفوتوشوب، ملفات الاي اي، الاستريتور. فحته انت يعني حاليا في ابل مفيش حاجه خاصه بالالستريتور. طبعا في افينيتي نازل ببلاش وكل حاجه، ولكن لسه برضه ما وصلش لدرجه الالستريتور من زمان جدا وما فيهوش مشاكل خالص. البرنامج يعني ستيبل جدا، الناس بتعتمد عليه في شغل كبير وما فيش تهنيج، ما فيش اي اخطاء بتحصل. الاعتماديه الى الان لسه على ادوبي طبعا لان هي من زمان جدا، ودينا قاعدين وهنشوف هل ابل هتقدر على التحدي دون ولا لا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وتكتب لي في الكومنتس ايه اكتر برنامج انت منتظر ان انت تجربه وتشتغل عليه، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.